ماتش الزمالك وابو سليم. انا اقول لك، الشوط الاول الزمالك مستحوذ على الكوره بس من غير اي خطوره خالص، بيوصلوا للاطراف بس. ليه يا حبيبي؟ هي محشيه سوسيس؟ لازم توصل للعمق. انت ليه مش عارف تعمل فرصه؟ مش عارف حتى تصوب على المرمى غير في كورتين بس، وكمان ما كانوش خطر خالص. مفيش اي حارس اختبر في الشوط ده، ولا من الزمالك ولا من ابو سليم. لازم تستغل ان ابو سليم مش عارفين يعملوا هجمه، هم بيدافعوا بس، حتى مش عارفين يعملوا هجمه مرتده. دول مش عارفين يباصوا حتى. واضح قوي ان هم داخلين خايفين قوي من الماتش. في الشوط الثاني لازم الزمالك ينزل راس حربه علشان يعرفوا يلاقوا حلول. وخلص على كده الشوط الاول 0-0. يلا ده ميعاد اللايك يا حلوين. لو لسه ما اشتركتش في القناه يلا اشترك. بينا على الشوط الثاني. ابو سليم غير الشوط ده، بقوا بيهاجموا، بس بصراحه الزمالك هو اللي عمل كده. اديت لهم ثقه بدل ما كانوا خايفين في الشوط الاول. الشوط الثاني اخدوا ثقه وابتدوا يهاجموا، وده اترجم في اكتر من كوره كان ممكن تبقى جون، بس ده طلع